بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتعلم في هذا الفيديو إن شاء الله كيفية رسم العلم الوطني الجزائري. العلم الوطني الجزائري عبارة عن مستطيل طوله يساوي 1.5 عرضه. يعني إذا أخذنا في العرض مثلا 20، سوف نأخذ في الطول 30، ثم نقسم المساحة إلى قسمين متساويين بخط وسطي عمودي. أول شيء سأبدأ به إن شاء الله هو رسم الإطار الذي أخذت في الطول مثلا 30 والعرض 20 على ورقة كونسو. أول شيء سوف أخذ القياسات الثلاثة للدوائر الثلاثة: الربع يعني 20 تقسيم 4، والخمس 20 تقسيم 5، والثمن 20 تقسيم 8. ثم أرسم خط وسطي هكذا، ثم خط آخر من المنتصف سوف أخذ 10 في الأعلى و10 في الأسفل، وكذلك في الجانبين، وأرسم خط هكذا. هذا الخط سيساعدني في تحديد رأس النجمة. أول شيء سوف أخذ قياس الربع الذي هو يساوي 5 سنتيمتر، وأغرس إبرة المدور في نقطة التقاء المستقيمين وأرسم دائرة هكذا. ثم أخذ قياس الخمس وأعين 1 سنتيمتر إلى جهة اليمين لأتحصل على مركز الدائرة الجديد. هنا سيكون مركز الدائرة الصغيرة للهلال، وأرسم دائرة أخرى. سألاحظ أن الدائرتين تلتقيان أو تتقاطعان في نقطتين هنا في الأعلى وفي الأسفل. بعد ذلك سوف أعين نصف سنتيمتر إلى الجهة الخضراء، يعني يسار المستقيم هنا. بعد ذلك سوف أخذ قياس الثمن، يعني ثمن عرض العلم. سوف أضع القلم في هذه النقطة التي حددتها، وأبحث عن مكان الإبرة في المستقيم هكذا. سوف أتحصل على المركز للدائرة الخاصة بالنجمة، وأرسم دائرة هكذا. أعيد، سوف أضع القلم في النقطة التي حددتها سابقا، وأغرس الإبرة في الجهة الأخرى وأرسم دائرة. سوف ألاحظ أن الدائرة تقاطع المستقيم الذي رسمته، وستكون النقطة أو رأس النجمة الأول، وهذه التقاطع سوف تكون كذلك رأس النجمة، وهذا تقاطع كذلك. يبقى علي تحديد النقطتين. سوف أرفع بواسطة المدور هذا القياس، وأضع المدور هنا، وأحدد نقطة في الدائرة كذلك في الجهة السفلية، وبذلك أستطيع الآن أن أوصل هذه النقاط ببعضها البعض.
هكذا. ثم بواسطة الممحات أزيل الدائرة والزيادات التي أراها مهمة هكذا. وفي الأخير تقبلوا منا فائق الشكر والاحترام، وشكرا لكم، وتحيا الجزائر.